فيه إعلامي نزيه يقول جمال عارف يصادق على توقعي، يقول أن المدرب هو الوحيد الذي يختار اللاعب الأجنبي، وهو من طلب كريم بنزيما من إدارة الاتحاد لكي يلعب مهاجمين. أتوقع راح يكون هجوم ناري. إذا كان كذا هو أبخس، المدرب أبخس، لكن إلا الجلاد انتبه. نونو سانتو، وأنا متأكد يعني نونو سانتو يعني حبيب، يحب حمد الله حب كبير جدا. يعني تخيل لما كان في المغرب لعبه، هو جاي قبلها بيوم، يحب حمد الله، يعرف قيمة اللاعب، الناس مع الأسف الشديد شوف تتكلم على مثلا، معليش تسمح لي يا أخوي علي بشكل سريع ما خالف، الناس تتكلم إنه حمد الله ما بيقدم. شوف الأدوار اللي بيسويها حمد الله، ليش؟ شوف التكتيك اللي قاعد يحفظه حمد الله من المدرب نونو سانتو، شوف القيمة، شوف التحرك. يعني مثلا في هدفه قدام الفتح، الهدف الأول، شوف التحرك من حمد الله كيف. كورة ملعوبة على للمدافع، راح هو سبق المدافع وأخذ وسجل هدف. شوف الهدف، شوف الفكر العالي من اللاعب، رغم ان الكرة ما هي مرفوعة يعني بالمقاس على راس حمد الله. شوف فين ملعوبة، شوف حمد الله فين راح. هذا الفكر، هذا التحرك السليم. واحد زي حمد الله هذا ذهب وزنه يتثاقل بالذهب، ذهب. مهاجم ذهب. كلام الجمهور